السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا عمل. ايه اخبارك؟ الحمد لله والله يا عم انت. مية مية والله. انت قاعد في الجيش ولا ايه؟ لا يا عمي كلية. مين كلية ده؟ في كلية. في كلية. كلية ايه؟ كلية التربية الرياضية. حارس مرمى يعني ولا ايه؟ ان شاء الله. عيش الحياة مع أبو فهد لحد ما أرجع لك. اه انت قاعد وين؟ القاهرة. في القاهرة. اه. طب هي اللي بتاعت الرياضية دي هتطلع ايه مفروض؟ مدرب سباحة ان شاء الله. ومدرس سمعت في ايه يا علاج ابوي؟ طب ما طبيعي. الجو برد دلوقتي. لا ما مش منزل النوادي دلوقتي عشان الجو بس شتاء والكلام ده. بس يعني في المايه ما تبقى مية دافية شوي. كيما يا دافية يعني انتوا؟ في فلاتر. بتتدربوا في طشت يا كيما يا دافية؟ لا يا عمي في فلاتر في النادي في الحمام السباحة تحت. يعني بيغلوها؟ لا يا عم هي في فلاتر ما طلع سخن وبارد يعني ولا مسكر قوي ولا برد قوي. يعني حمام السباحة الكبير ده اللي كان الدكتور ده بيبقى ميته سخنة؟ عم مش اللي في بالك يا عم انت دخلتش نوادي ولا قبل كده. يا ابوي النادي ده مش زي مركز شباب ولا غيره. شفت حمام السباحة شفته وين؟ لما تلقاه في النوادي. مش الكبير ده اللي العيال بتيجي تجلح بلنسات فيه ولا غيره؟ اه هو ده. ده طب ازاي بيسخنوه ده كتير ده؟ لا ما هو تبقى فيه فلاتر تحت. فناتر ايه كمان يعني زي السخانات؟ في فلاتر ما تبقى فلاتر ميه ما تضخ سخونة ميه سخنة وميه مسكرة يعني ولا ما تبقى ساقعة قوي ولا ما تبقى سخنة قوي ما تبقى دافي. كيما هي مسكرة يعني ده؟ افهمك ازاي طب. يعني دلوقتي يعني هم بيسحبوا المية السخنة الباردة دي ويسخنوها؟ مش ما تسخن هي نظام فلاتر الميه ما تطلع سخنة. ما بتطلع من وين؟ ايوه ما تطلع من وين؟ من الفلاتر طبعا. فلاتر. ده الفلتر ده اللي ابو 7 مراحل و6 مراحل زي اللي عندنا ولا ايه؟ افهمك ازاي بس انت. ما انا ما اعرفش يا ابوي دول الحوض الكبير المليان ميه ده. انت بص انا هريحك خالص انا واخد قرص علاج طبيعي. كي كي قرص علاج طبيعي عيان يعني ولا ايه؟ لا اله الا الله. انت ما عرفش اي حاجه خالص اي حاجه. يا ابوي القرص ده مش القرص ده اللي بياخدوه لو بعد الاكل لما كتبوا لك الدكتور ولا قرص لا يا ايه؟ عم. لا يا عم لا. بص لما يكون حد عامل حادثه مثلا. حلو. بتاجي الاسعاف الشيله. مش ماشي. تسمع على اصابات وتاهيل. كي اصابات وترحيل دي يعني في الداخليه؟ لا يا بص لما حد يعمل حادثه مثلا في يده وفي رجله ويحس ما يقول لك لا ده عايز يروح يتعرض على دكتور علاج طبيعي. يعني مثلا اصبعه متني او ايوه لما يعني بعد العمليه يعني يروحوا يقولوا له يروح عند الدكتور ده اللي بيقعد يخليه يتنطنط ويتفضفض ويعمل كده. ايوه. فهمت. طب يعني ايه هتعمل له انت؟ ايه ما اعمل له ما ادي له علاج طبيعي. بتدي له علاج طبيعي؟ ايوه. يا ابو انت مش بتاع سباحه؟ ماشي ما مخصص للكلام ده انا برضه. يعني اللي يعمل حادثه يروحوا ينزلوه عندك في الميه السخنه دي؟ لا انا دخلتك حوار غير الحوار اللي انت مدخلني فيه. طيب ايه يعني دلوقتي هو يعني انت لما تطلع دلوقتي هتطلع دكتور ولا ايه؟ فهمني صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. دلوقتي الاطفال الصغيره او السن معين من 5 سنين و6 سنين لما يجي عايز يروح نوادي هنا في القاهره في انديه كبيره او عايز يتعلم السباحه. يروح يجيبوا لك تسبحه؟ يجيبوا لي انا اعلمه. اتعلموا يعوم ويعمل؟ اعلمه مش العوم اللي هو في بالك شلاليته ومش عارف ايه والكلام ده لا. فيش منه الكلام دي. يعني انت دكتور اطفال هتطلع ان شاء الله. اه تمام. وبعد ما اخلص ما درس القرص واخد قرص علاج طبيعي. اصابات وتاهيل. القرص ده نوقف عند القرص ده عشان هو انا بتوه منه. القرص ده يعني ده بياخده قبل ما ينط في الميه ولا ايه؟
يا عم لا لا، ده في المستشفيات او في العيادات ما تتاخذ، ده حاجه بعد السباحه، يعني بعد ما اخلص السباحه انا. يعني يسبح عندك ويروح المستشفى. كل القرص اللي بيتاكل في الفرن. لا يا عم، انت دخلت الدنيا في بعضها ليه كده؟ ما القرص يا ابوي؟ مش القرص ده اللي هو زي الكبسونه؟ لا لا لا، ما القرصيه تاني ده. قرص إيه يا عم؟ انت دخلت الدنيا كلها في بعضها ليه كده؟ يا ابوي مش انت قلت لي انا بتاع سباحه، رجعت قلت لي بتاع ترحيل وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده رجعت قلت لي واحد يعمل حادثه وانا اعالجه. بص انا بتاع السباحه. يعني اللي يغرق يروح المستشفى ولا ايه؟ بص يا عم، انت لو معاك اي عيل عايز يتعلم السباحه، الطفل من هو الصغير ما يروح انديه. غنديه دي فين؟ دي جايه؟ اي نادي ايوه يعني زي مركز الشباب. زي مركز الشباب. ايوه. بس ويروح وين احنا بعد هنا كده في ايه؟ بس احنا هنا في القاهره ما نقول عليه نادي. ما احنا عندنا بيقولوا نادي برضه. اه طب تمام. اه. الساعه بتاعت العيل تعليم اه. 50 جنيه. ليه ما هتعلموا على جليه ضرياك؟ كيف 50 جنيه؟ اه والله زي ما ما بكلمك. هيطلع سواق حفار. لا والله زي ما بكلمك والله. يا ابوي تعال شوف العيال في الطرع هنا يوم جاي من المدرسه بتجلح ما شاء الله، والله العيل زي القرموط في انت الميه. انت تعرف العمر في الطرع اللي لما جيت انا قمت اتعلم هنا في النادي قبل ما اخذ الكورس ده، قالوا مش عايزين نعوم الطرع ده. انت كمان خدت قرص؟ هو لما اجي انا اخذ اسمه قرص. يعني هي دي شغلانه صبيه ده، يعني حلو الراتب. اما العيل الراس عليه 50 جنيه في الساعه، امال يا بلا سواق دراسه. ده غير الراتب الشهري بتاعك انت. يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي هو انت تدوك راتب، وام العيل ولا ابو العيل اللي باجي يتدرب يكرمش لك 50 جنيه مثلا. لا بص صل على النبي. لا بصلي عليه. انا شهري مثلا في النادي ب 7000. حلو. يجي مثلا معاي 30 عيل 20 عيل في الساعه. في 20 عيل في الساعه؟ اما انت بتوديهم وين يعني ال 20 في الساعه؟ انا مديك مثلا خلينا خمس اطفال. يعني بتجلحهم كلهم مع بعض؟ ما انزل واحد اعلمه، هم في الميه انزلهم كلهم يقبوا في الميه، يقبل الميه لغايه هنا لغايه الرقبه بس، بحيث ولا عشان ما يبردوش. ما يبردوش كي يا ابوي؟ ما كده كده هيطلع من الميه وهيبيت تحت ولا ايه؟ ما لما يطلع من الميه اكيد معاه فوطه. انتوا كمان بتدوهم فوط؟ هو ما يجيب فوطه، هو جاي معاه اللي كيف انت يجيب؟ بتقول عليه بشكير. ايوه. فهمت دي؟ يعني هي دلوقتي انت دلوقتي يعني موظف ولا ايه؟ يا عم مش موظف، مشتغل في نادي. انت بتشتغل في النادي؟ طب ليه انت شغال في مصر ياك؟ ما فيش منها هنا دي في الصعيد ياك؟ كليتي انا ازهر، كليه التربيه الرياضيه ازهر انا. يعني انت، طب انت هتطلع ايه في الاخر يعني؟ مدرب سباحه ان شاء الله، مع القرص العلاجي الطبيعي، وممكن ربنا يكرمنا ابقى معيد في الجامعه دكتور باذن الله يعني. كي كرسي علاج طبيعي؟ كرسي ده بتاع العجل ده اللي لما واحد يتدغدغ واصل ولا ايه؟ لا امال ايه؟ لا يا عم، دغدغ ايه؟ انت دخلتنا في موال وطلعتنا في موال، انت مستعبط عليه ولا فاهم ولا ايه ظروفك؟ يا ابوي هو وين محمود راح؟ محمود جاي. ايه ده؟ من فين ما, انت؟ ما قاليش. ايه؟ من الاقصر يا ابوي، ما انا محمود عرفني. احسن ناس اقصر. الله يبارك فيه. يعني دلوقتي انت في الشتاء ما شغالش عشان الجو سقع؟ ايوه. طب والعيال اللي بتتعلم دي ما هتنسى؟ خلاص مش هتنسى، هي يا عم اتعلمت ما تبقى زي بص سمكه في الميه. طب انتوا بعد ما تعلموهم بتودوهم ويان؟ بعد كيف بعد ما نعلمهم ندوم فين؟ هينزل. لا لسه. كيف؟ ماشي. والله انا ما عارفه، يعني انا كليته دي مخلطه اصلا، نصها بتاع اسعاف ونصها بيعالج المكسرين ونصها بيعلم سباحه. امي. يلا ربنا يوفقه ويطلع اللي هو عايزه. انا مش عارف هيطلع ايه في الاخر، اصلا باين عليه هيطلع امين شرطه.
لا 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 لا، عيبه في حقك دي. ايه هاي مش عايز تبقى انت تعرف ايه انا قدمت شرطه وسقطت. كيف سقاط؟ ليه سقاط؟ عشان عندي عمليه في راسي عايز اعملها. الف سلامه عليك. الله يسلمك. الف سلامه. فين محمود؟ محمود جاي. اكيد ملعوم يا حاج عايز يعمل عمليه. وحشنا ابو فهد والله. والله العظيم انت الراجل اللي معاك ده عسل. من فين هو؟ لا من نقاده من عندنا. يا اخي لا والله. يا اخي تخليني اعذبه يا اخي. انت عرفت محتواه يا فنان؟ عارف محتواه؟ ما تعرفش محتواه انا طبعاً. شفتك قبل كده بس ما فاكرش انت مش جاي مره حادثه ومره ناس بتتسبح ومره ناس